تفتكر لسه حرام يشوف الفستان، ولا فال وحش والجوازه هتبوظ، ولا العريس هيغير رايه؟ انا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الاسطوره لاصلها وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكايه. لو عجبتك الخلطه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في الجد. الموضوع بدأ ايام جواز الصالونات. العيله كانت بتخاف العريس يشوف العروسه قبل كتب الكتاب عشان ما يرجعش بظهره او ما يكملش الجوازه فتبقى وصمه عار للعيله دي. حتى في الفرح العروسه كانت بتلبس بيشه بتغطي وشها كله لحد ما تخش البيت، ومن يومها طلعت العاده دي وارتبطت بالنحس والتشاؤم، مع ان بالنسبه للكلام ده كله الموضوع كان اقرب لجديه مشتري مش قوه كونيه هتتجمع ضد الفساتين. الاسلام نهى عن التشاؤم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره، يعني ما نعلقش قلوبنا باوهام النحس، والخير دايما عند ربنا. كتير دلوقتي بيعملوا فيرست لوك، لحظه خاصه بينهم قبل الفرح، يتصوروا يهدوا اعصابهم. يعني ببساطه مفيش نحس ولا حتى فال وحش، في اختيار، وفي النهايه لو هتلتزموا بالعادات حلو، هتكسروا العادات حلو برضه. اهم حاجه قراركم انتم، مش خوف من فال او غيره. واهم ما في النهايه النصيحه، ونصيحتي كمستر ليه بلاش استعراض مبالغ فيه قبل الفرح. اقروا اذكار، ايه الكرسي والمعوذات، طمن قلبك دايما بربنا وما تخليش وهم يسيطر عليك. ولو وصلت لحد هنا، لو عجبك المحتوى ما تنساش تشيره، يمكن غيرك يستفيد. وما تنساش كمان تدعمنا بلايك وكومنت. ولو انت من اصحابنا الجداد والفيديو ظهر لك، دوس سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد اول باول. قبل ما نقفل قولي في الكومنتات، اتقال لك فعلا ما تبصش على فستان عروستك قبل الفرح عشان فال وحش؟ كان معكم عبد الرحمن صالح، وهنا مستر ليه. سلام.